وإلى الآئمة المصلين الذين وفقهم الله وأكرمهم بهذا المقام الكريم والمنزل العظيم، نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم، أن يجزيهم خير الجزاء وأوفاه، وأن يشرح صدورهم، وأن ينور قلوبهم، وأن يجعل فيهم منافع المسلمين. أيها الإمام، قدمت على الناس وقدمك الله ولم يقدموك، ووقفت بين يدي الله فأنت بينهم كشفيع لهم إلى ربك، فاصدق مع الله في موقفك، لأنه لا يؤتون من قبل حتى لا يؤتوا من قبلك. فإذا قرأت لوجه الله نفع الله بقراءتك، وإذا صليت الصلاة تحر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، واحرص على الوارد في قراءتك وفي وقوفك وقيامك وركوعك، واتخذ من صلاتك بالناس إمامة في الدين تحرص فيها على إحياء السنة وإماتة البدعة ودلالة الناس على ما يرضي رب الجنة والناس. دل الناس على ربهم، فإن الملك يكتب كلماتك ويكتب قراءتك إن أردت بها وجه ربك، وستجد السعي مشكورا والذنب مغفورا متى ما خرجت من بيتك ورجع إلى مسجدك ورجعت إلى بيتك وليس في قلبك إلا الله، وستجد سعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأجرك موفورا وعملك صالحا برا مقبولا إذا خرجت لله فقرأت وتأثرت بالقراءة. من الأئمة من يقرأ القرآن قبل أن يقرأه في المسجد فيبكي أكثر من بكائه في المسجد، ومنهم من يحبس العبرة تخنقه العبرة خوفا من الرياء، كل ذلك لأنه يستشعر أن الله يسمعه ويراه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قدمك الله بفضله فاعتز بتقديم الله لك، فلا تتاجر بكتاب الله، ولا تجعل سوق الآخرة لسوق الدنيا، فلا تمتهن كتاب الله بالذهاب إلى فلان وعلان طلبا للمادة والمال أن تصلي بالناس في رمضان، فما عند الله باق، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. أخي في الله، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يزري بكتاب الله كلما دنا رمضان والعبد يطلب بكلام الله المادة وليس له شغل إلا المادة، فويل ثم ويل لمن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فاحذر وتب إلى الله وأقبل على الله، فإن الناس ينتفعون بقراءتك بفضل الله ثم بإخلاصك. الأمر الثاني أن تحرص على السنة في دعاء الوتر وقنوت الوتر، فتحرص على الدعاء الوارد لا تزيد فيه ولا تنقص منه، وتقرأ الأحاديث الواردة وتدعو خالصا من قلبك، ولا تنسى من وراءك من المصلين فتدعو لضالهم أن يهديه الله، ولحائرهم أن يرشده الله، ولتائهم أن يأخذ بيده سبحانه إلى محبته ومرضاته. تكون حليما رحيما مشفقا عليهم. كل إمام صلى بالناس كتب الله عليه أنه سيعيش في هذا المسجد من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فإذا قدم على ربه كان أول ما يسأل عنه ماذا أراد بقوله وعمله. هذا أمر عظيم، فعلى الإمام أن يحرص على تصحيح اعتقاده وتصحيح نيته، فإن في ذلك الخير الكثير له. كذلك أيضا يحرص على دلالة الناس على الخير فيما بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين أنفسهم، وفيما بينهم وبين أهليهم وأولادهم، يعلمهم بر الوالدين وصلة الرحم، ويذكرهم الحقوق والواجبات والمسؤوليات والأمانات. فإذا مر بآيات تذكر بالله تذكر قبل أن يذكر الناس بها، وإذا مر بآيات تذكر بعذاب الله خاف من عذاب الله قبل أن يخوف بها، وإذا مر بآيات فيها طمع من رحمة الله كان أسبق إلى الطمع في رحمته سبحانه. فعلى الإمام أن يحرص على الكمالات، ومما يعين على ذلك كثرة الدعاء. قل اللهم إني أسألك الإخلاص، اللهم اجعل إمامتي عونا لي على طاعتك. ومما يعين على ذلك كثرة الاستغفار، فإن وجدت رياء أو وجدت أن قلبك انصرف إلى الناس استغفرت وتبت إلى الله ورجعت، فإن الله يحب التوابين. كذلك أيضا
على الإمام أن يكون قدوة أمام الناس، فإذا خرج في المساجد الجامعة خاصة حملة القرآن يترك عنه سفاسف الأمور، وإذا صلى بالناس دخل خاشعا متخشعا متذللا لربه متبذلا، ولا يدخل دخول اللاهين الساهين. وإذا جلس في مصلاه لا يجلس يقهقه مع هذا ويضحك مع هذا. إنها الإمامة التي تقود إلى الخير، الناس يراقبوك في أقوالك وأعمالك، فزين وتزين للقاء ربك، واحمد واشكر نعمة الله عليك هذه النعمة حينما تكون في الكمالات، تبتعد عن السقاطات وعن الأمور التي لا تليق، فأنت في بيت الله وفي حرم الله. كذلك